ياسر، كنا بنتحدث عن هل يمكن إيجاد أي طريقة للتواصل مع الجهاديين هناك؟ أنا بقول لحضرتك إحنا في الدعوة متواجدة في جنوب سيناء وبتقوم تعليم الناس الدين يعني بطريقة صحيحة ومحاربة هذه الأفكار، والوضع في آمن، وأعتقد إن دي جاية من خارج جنوب سيناء. أعتقد إن اللي بيعملوا العمليات دي بيتسللوا إليها من أماكن أخرى ما زال الوضع فيها مضطربا، وإحنا على أي الأحوال بنقول إن أي حد عنده استعداد للحوار والحجة والبيان واستماع الدليل احنا مستعدين نتحاور معاه. طيب حضرتك النهارده طلعت تصريح يعني بعيدا عن ما حدث في سيناء، لكن امر يخص الشرطه، هل حضرتك طلعت تصريح بتقول فيه انه من حق الضباط اطلاق لحاهم والبقاء في مناصبهم؟ هذا الامر لان الشرطه المفروض انها هي مدنيه وده حقهم قضاء، ولو وزاره الداخليه المفروض انها تلتزم احكام القضاء. طيب يعني ألا ترى إنه ده يعمل نوع من الانقسام في وزارة الداخلية، خاصة إن ليها تقاليدها وليها أعرافها وما ينفعش يبقى فيه إطلاق والله أنا بالعكس أنا كنت شايف إن هذا الأمر هيؤدي إلى تحجيم الفكر المنحرف، لأنه هيقنع الناس بأن هناك قبول للتدين عموما ومفيش مانع حتى اللي هم بيلتزموا بإطلاق اللحية، وده هيشكل في الحقيقة ثقة جديدة في جلسة وإمكانية إن هو يقتحم مجالات ما كانش قادر يقتحمها قبل ذلك. طيب بس دكتور ياسر، حضرتك عارف لو ده حصل في الشرطة غيرهم هيطالب إن ده يحصل في الجيش وغيره. أولا يعني أنا بقول إن الشرطة هي أقدمية بنص الدستور، وبعدين موضوع إطلاق اللحية في الجيش والشرطة دي موجودة في دول كثيرة بما فيها الدول الأوروبية. الموضوع احنا قوانينه حساسيه شويه. الدول الاوروبيه بس اللحيه هناك مش مرتبطه بمن يعني يدينون بالدين الاسلامي، هناك اللحيه شكل منظر لكن حريه في وهو حضرتك هو هي اللحيه جزء من الديانه مش زي مصر. هي اللحيه عندنا يعني هي خاصه بالمسلمين بس. طب معظم القساوسه ملتحين ومعظم الحكمات في اسرائيل ملتحين. طيب في النهايه لما بيدخلوا الجيش، حتى المسيحيين لما بيدخلوا الجيش يدخلوا الشرطه عندنا ما حدش بيربي لحيته. انا عارف عشان هو في تقاليد موجوده، لكن احنا بنقول ايه المانع ان التقاليد دي تتغير؟ الموضوع ده اولا موضوع ما هوش يعني وما بقول متاخد حساسيه زياده عن اللزوم. طب ليه حضرتك بتثيره دلوقتي؟ انا اثرته انا في تصريحات متاخده النهارده عن حضرتك بهذا دي مش تصريحات، ده كان سؤال فتوى بان انتم فرطتم في حق هؤلاء بطل منفصلون. موقفنا هو ده حقهم، لكن انا ما عملتش ازمه ان انا مثلا مظاهره ولا وقفه ولا عملت العمل علشان. طب هنا السؤال يعني هو لو ما اطلقش لحيته خرج من الدين الاسلامي؟ يعني اسلامه لا يشوب شيء. ولا ابنائنا اللي مجندين في كل مكان لهم ايه، واولاد الدعوه اللي كذلك علاقاتنا الطيبه مع كثير جدا من افراد الشرطه. احنا الموضوع ده بقول ان هو ما هياش قضيه يعني تاخد حجم كبير، وده نرد على سؤال. تمام. بس بعض الملتحين اللي بيطالبوا بده خدوا تصريحات حضرتك على ان هي دفع ليهم للمزيد والاصرار على طلبهم والاصرار على ان هم يدخلوا ويبقوا في مناصبهم ويطلقوا لحاهم، شايفين انه ده ظهر ليهم او سند ليهم، فلماذا لم تقل حضرتك انه اللحيه لا تفيد دينه في شيء وعليه ان يلتزم بقواعد المؤسسه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، ما انا بقول ان القضاء انصفه بس المؤسسه مش قادره تلتزم باحكام القضاء. تمام. فهم كانوا في قضيه، انا بقول لهم يلتزموا بالامر ده قانونيا. اشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه.